القهوه الساده على فكره، وشربت النهارده 3 كوبايات قهوه. انت هنا سمعت كلمه قهوه مرتين، بس القهوه الاولى مش زي القهوه الثانيه. ليه؟ الاتنين مش ساده ولا ايه؟ اكيد لا طبعا، مش عشان كده خفيف. اقول لك ليه. عشان دي انواع بيانات مختلفه. الجمله الاولى كانت بتوصف، انما الجمله الثانيه كانت بتحسب. وده موضوع حلقتنا النهارده، انواع البيانات في الاحصاء وازاي نفرق بينها. طب يعني ايه اصلا نوع البيانات؟ وليه مهم اعرف نوع البيانات اللي بتعامل معاه؟ كل معلومه بتجمعها ليها شكل وليها تصنيف وليها استخدام، ومفيش تحليل بيانات صح او تصميم بيانات صح الا لو فهمت نوع وتصنيف البيانات اللي جمعتها او بتتعامل معاها. عندنا نوعين او تصنيفين اساسيين للبيانات، وهما البيانات الكيفيه او الوصفيه والبيانات الكميه، وكل نوع منهم بنقسم لنوعين فرعيين. تعالوا نتكلم عن كل نوع منهم بالتفصيل. اول نوع او تصنيف للبيانات وهو البيانات الوصفيه، وزي يعني ما بان من اسمها كده، هي بيانات بتوصف الظواهر او العينات او المجتمعات محل الدراسه. لكن الوصف هنا ما بيكونش عباره عن ارقام، بيكون عباره عن اوصاف، زي مثلا اللون احمر او ازرق او اخضر، النوع الاجتماعي ذكر او انثى، التقدير في الكليه مقبول، جيد، جيد جدا، امتياز. البيانات الوصفيه دي بقى بتنقسم لنوعين فرعيين. اول نوع من البيانات الوصفيه وهو البيانات الاسميه او النومينال داتا، وهي البيانات اللي مفيش ترتيب او افضليه بينها، يعني مفيش تصنيف احسن من التاني، زي مثلا فصيله الدم A او B او O. ما اقدرش اقول والله ان A احسن من B او B احسن من O. او زي النوع الاجتماعي ذكر وانثى، ما اقدرش اقول ان الذكر احسن من الانثى او الانثى احسن من الذكر. النوع الثاني من البيانات الوصفيه وهو البيانات الترتيبيه او الاوردينال داتا، وهي البيانات اللي فيها تفضيل او ترتيب بينها، زي مثلا تقدير في الجامعه، اكيد طبعا جيد جدا احسن من جيد، وامتياز احسن من جيد جدا. ولو بتقيس مستوى رضا العملاء عن المنتج بتاعك، فاكيد طبعا راضي جدا احسن من راضي احسن من مستاء. كده اتكلمنا عن النوعين الفرعيين بتوع البيانات الوصفيه. تاني نوع او تصنيف للبيانات وهو البيانات الكميه، وهي البيانات اللي بنوصف بيها الظواهر او العينات او المجتمعات محل الدراسه بالارقام، زي مثلا السن 18 سنه او 35 او 45، او الوزن 60 و5 من 10 او 73 و4 من 10 او 102 و3 من 10، او الدخل الشهري 5000 او 9000 او 17000. وعشان صوابع ايديك مش زي بعضها، فاكيد برضو الارقام مش زي بعضها. وعشان كده البيانات الكميه او النيوميريكال داتا بتنقسم لنوعين فرعيين. اول نوع من البيانات الكميه وهي البيانات المنفصله او الديسكريت داتا، واللي هي يعني كده من الاخر اقدر اعدها او اتوقع القيم بتاعتها. بص من الاخر كده، هي بتكون ارقام صحيحه، زي عدد الابناء، عدد الطلاب في الفصل، عدد العربيات اللي واقفه في الاشاره دلوقتي. دي بيانات ينفع تتعد بسهوله، ما فيهاش اي كسور او ارقام عشوائيه. النوع الثاني بقى من البيانات الكميه وهي البيانات الكميه المتصله او الكونتينوس داتا، ودي البيانات اللي ما اقدرش اتوقع كل قيمها المحتمله. بيانات بتتقاس مش بتتعد، ممكن تاخد اي قيمه على خط الاعداد، حتى الفواصل او الكسور. زي الوزن مثلا، ممكن يبقى 70 و3 من 10 او 80 و65% او 93 و365 من 1000. وزي الطول برضو، ودرجه الحراره، وسرعه العربيه. البيانات المتصله دي ممكن تاخد عدد لا نهائي من القيم، وعشان كده بنسميها البيانات المتصله. وزي ما قلنا قبل كده، بتتقاس مش بتتعد، بتتقاس بادوات زي الميزان او الساعه او الترمومتر. اللي عاوزين نقوله انك لازم تفهم الاول نوع او تصنيف البيانات اللي بتتعامل معاها، عشان تقدر تتعامل معاها بالشكل المظبوط، سواء على مستوى تحليل البيانات او الداتا اناليسز، او لاحقا يعني تصميم البيانات او الداتا فيجواليزيشن. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها عن انواع وتصنيف البيانات. واخيرا، لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، واتفرج على الحلقات اللي فاتت، وقول لنا في الكومنتات حاببنا نتكلم عن ايه في الحلقات الجايه. انا احمد عصام، ودي قعده بيانات. سلام يا ابو عمو.